الكاس السنغالية سوف تأخذ بعض من الوقت في الطاس وسوف تبقى في السنغال. ذلك كيف تتحدثون اليوم على كرة القدم وعلى ممارسة كرة القدم، وإفريقيا سوف تذهب إلى المونديال بدون بطل القارة. تلك الأقاويل التي تتحدث على أن الحكم أتى رئيس لجنة التحكيم، هذا لا يهمني، قوموا بسجن هذا الحكم، قوموا بإعدام هذا الحكم، لكن الحكم ذهب بالمباراة إلى نهايتها، لا تستطيعون تغيير نتيجة المباراة. انه يقول لك لو ماتش كيروح على سون تيرم ولا البيتر دونه وحط اسمه لن يستطيع اي كان يتراجع على الريزلتا الا اذا ثبت انه فيها كوريبسيون. يعني بدا للعيان للعالم بان هناك بلد في افريقيا يستولي على كل شيء. قال لك ربما المغرب هو البلد الوحيد اللي يملك كاس افريقيا اليوم ولا يملك صور التتويج بها يعني كذكريات. تفضل. انا السنغال راني حاسب اللي راح يزيدوا يفرحوا اونكور يوفا في القرار تاع الطاس، صادر عطاوهم فرصه على اساس انهم يزيدوا يفرحوا. مسعقداتي. فضائح الكاف المتواصلة ضد السنغال بسبب قرار لجنة الاستئناف بنزع كأس إفريقيا من السنغال ومنحها للبلد المنظم. تطورات كبيرة ومفاجئة وفاضحة جعل من الهيئة القارية الإفريقية، هيئة القارة الإفريقية، أضحوك في العالم أجمع من قبل مدربين ولاعبين كبار للأسف الشديد. القضية انتقلت الآن إلى أروقة الطاس وإلى محكمة التحكيم الرياضية التي قبلت شكوى الاتحاد السنغالي وقررت مبدئيا تجميد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بمنح كأس أفريقيا للبلد المنظم وسحبها من السنغال. كآخر نقطة، تصريحات للجيبوتي محمد روبا عضو لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي التي نفى فيها نفيا قاطعا حضور الاجتماع الذي تقرر فيه سحب كأس أفريقيا من السنغال. نستمع لهذا التصريح ولا نعود. Je suis avocat et je suis membre du jury d'appel de la Commission africaine de football. Mon nom circule sur Internet, comme quoi j'aurais participé à la prise de décision qui avait condamné l'équipe du Sénégal par un match forfait. Je tenais à préciser que je n'ai pas participé à cette audience, à cette commission qui a siégé et qui a statué sur le forfait qui a été déclaré à l'équipe du Sénégal. Mais je tenais à préciser et à dire à tout le monde que je n'ai pas participé à cette commission. Merci. مسمار آخر دق في نعش الاتحاد الإفريقي وفي اللوبي المسيطر بمثل هذه التصريحات. فريد، في برنامج هناك تطور خطير بعد الطعن في شرعية لجنة الاستئناف، هناك طعن في قانونية النصاب والمداولات، هناك مؤشرات الانشقاق داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، هناك تمرد لجنة الاستئناف على لجنة الانضباط اللي قررت انه السنغال يبقى فائز بهذا اللقب، انه القضية راحت لأروقة الطاس. ما رأيك في دقيقتين لانه الوقت داهمنا؟ شوف، اولا انا جد سعيد يا عماد، جد سعيد بالخطوة التي قام بها المخزن في الاستيلاء على الكأس. لماذا؟ لانها فضحت كل شيء. صحيح. كنا نختبئ وراء الكثير من الامور إلى أن أتت هذه اللحظة التاريخية ويعني بدا للعيان للعالم بأن هناك بلد في إفريقيا يستولي على كل شيء. أولا أنا أجيب ناصر عندما تحدث على سمكة أفريل. سمكة أفريل يا ناصر، سمكة أفريل تبرأت من مسرحية المخزن بهذا التهويل والتمثيل. سمكة أفريل قالت لهم أنا بريئة ولم أكن أتصور بأن بني البشر يستطيعون التلفيق مثل هذه الأمور لي كسمكة. هذا أولا. ثانيا، أنا عندما تحدثت على تكريم زين الدين زيدان كنت أنتظر أن يكرم جمال بالماضي أيضا، لأنه أول مدرب إفريقي ندد بما يجري اليوم في هذه المهزلة الكبرى. الكل سكت على هذا الرجل، بل اتهموه بأنه مدرب يتباكى كثيرا. في النهاية اتضح بأن الرجل كان أشجع مدرب في إفريقيا عندما قال لا لهذه الهيئة. هذا ثانيا. ثالثا، أنا ألوم كل من يتحدث على القوانين في هذه القضية. ليس هناك مجال للذهاب مع المخزن في مناقشة القوانين. جمال توقف عند قانون واحد، المادة 5 من
من قانون اللعب يقول لك هناك الحكم هو الفيصل الوحيد في تحديد نتيجة المباراة. دعوكم من تلك الأقاويل التي تتحدث على أن الحكم أتاه رئيس لجنة التحكيم، هذا لا يهمني. قوموا بسجن هذا الحكم، قوموا بإعدام هذا الحكم، لكن الحكم ذهب بالمباراة إلى نهايتها. لا تستطيعون تغيير نتيجة المباراة، تقومون بتغيير بعض العقوبات. اللجنة التي عاقبت مدرب السنغال وعاقبت اللاعبين وعاقبت اللاعب المغربي صاحب المنشفات وما إلى ذلك، عندما قمنا بالطعن نطعن في تلك القرارات، لا نطعن في قرار لم يصدر في اللجنة. قرار حصول السنغال على اللقب لم يكن مدرج أصلا في البرنامج. لذلك كيف تتحدثون اليوم على كرة القدم وعلى ممارسة كرة القدم، وإفريقيا سوف تذهب إلى المونديال بدون بطل القارة؟ أيعقل هذا؟ طرح إشكالية قبول الطعن. إيه؟ لأنه في النتيجة ما كانش في يعطيك الصحة. إيه الطعن كان ما يتقبلش. إيه الطعن يا عماد كان يتحدث على العقوبات التي صدرت ولم يتحدث على النتيجة. كيف قفزنا على كل تلك العقوبات وذهبنا إلى النتيجة؟ هذا قمة الباطل في هذه القارة وفي العالم في كرة القدم. في النهاية سوف أقول لك شيء، الكأس السنغالية سوف تأخذ بعض من الوقت في الطاس وسوف تبقى في السنغال، وإذا ما ذهبت أبعد من ذلك لاحظ كيف انقلب السحر على الساحر. عندما وظف المخزن كرة القدم سياسيا انقلب عليه الأمر. اليوم الأمور السياسية مع السنغال لا يحمد عقباها. الرئيس السنغالي غير صورته على مواقع الرسمية لرئاسة السنغال ووضع كأس إفريقيا في خلفية الصورة. هذا دليل على أن القضية سياسية أكثر منها رياضية. وعندما تصل إلى هذا المنحى أنا مع جمال، يجب أن ترفع إلى الاتحاد الإفريقي الذي سوف يفصل في هذه القضية بطرح سياسي مثل ما أراده المخزن. لا تستطيعون الاستيلاء على هذه الكأس، والعالم كله شاهد بأن المنتخب السنغالي كان أقوى وكان الأحسن وكان الأجمل وكان المستحق لهذه الكأس. عندما غادر بعض اللاعبين تلك الأرضية ثم عادوا، كان عليكم أن تقوموا باحترازات تقنية. تجهلون القانون. المخزن هو الذي طالب من رئيس لجنة التحكيم بأمر الحكم بضرورة الذهاب إلى النهاية، لأنهم كانوا ينتظرون تسجيل ضربة دياز ويتحصلون على اللقب بدون شوشرة. في النهاية انقلب السحر على الساحر، ظهر الحق وزهق الباطل. واضح. يعطيك الصحة فهد مطاوي، شكرا جزيلا. أنا السنغال راني حاسب اللي راح يزيدوا يفرحوا اونكور فوا في القرار تاع الطاس، صادر عطاوهم فرصه على اساس انهم يزيدوا يفرحوا. وعجبتني ما نعرفش الانتيليجنس ارتيفيسيال والامور. امام بالسنغال قال لهم صدقه زكاه عيد الفطر ندو كوب دافريك من المغرب. وغينيا تطالب باسترجاع تاع 76 استرجاع الكأس. لا، للتوضيح عماد يقول لك البعض لماذا الطرف الجزائري يتحدث على هذه القضية، لأنها قضية شرف، لأنه عندما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، عندما نسكت على ما يجري في السنغال تأكد بأن القادم سوف يكون بقية المنتخبات الإفريقية والأندية الإفريقية. نعود إلى الكل الذي كان يحصل بهذا العار. المنتخب الوحيد الذي كان يستقبل منافسيه ذهابا وإيابا. يجب أن نضع حد لهذه المهزلة أيضا. يجب أن نضع حد لما حدث في نهائي رابطة الأبطال عندما غيرنا مكان إجراء النهائي. يجب أن نضع حد لكل ما يجري في هذه القارة من جور تحكيمي فاضح. ويش القرار في حد ذاته مجحف لما تنزع لقب من بلد فاز به بعرق الجبين وتمنحه إلى بلد آخر حاز على كل المباريات بتواطؤ تحكيمي فاضح. فما بالك بأن يخرج واحد أو عضو من لجنة الاستئناف يقول لك أنا لم أكن حاضر لما اتخذ ذلك القرار. وتصريحات مدربين ولاعبين كبار يقول لك ماذا يحدث في القارة الإفريقية، لماذا ننزع لقب
من السنغال اللي يستحقه 1,000,000,000 ونمنحه بعد شهرين أو 3 نمنحه إلى بلد آخر. وراحوا بعيد في التصريحات، قال لك ربما المغرب هو البلد الوحيد اللي يملك كأس إفريقيا اليوم ولا يملك صور تتويج بها يعني كذكريات. تفضل نصر. لك الفضل. عماد، أعود لهذه الهيئة اللي هي الكاف اللي أصبحت أضحوكة السخرية، نقدر نقولوا كل شيء يعني على هذه الهيئة. يعني تأسفوا لي أنه إحنا من إفريقيا. أنا والله العظيم بكل صراحة لما شفت أول مرة شفت عن بالي رانا في أول أفريل، يعني قلت أنا بريمي أفريل باسون دافريل أنا عن بالي، لكن من بعد الحقيقة تشوف أشياء مثلية في كرة القدم.